أطيب الأكلات الدمشقية هو الأوزي. إذا عندي عزيمة لازم يكون حاضر على سفرتنا لأنه عن جد يبيض الوجه. صلوا على الرسول حبايبي، خلونا نبلش مع بعض. أول شي رح نسمي بالله. وهون عندي كاسة رز حبة طويلة وكاسة رز حبة قصيرة. رح أغسله بالمية الباردة كذا مرة لحتى يروح منه النشا. رح أضيف له شوي من الملح وأنقعه نص ساعة ل3/4 ساعة بالمية الدافية. بمقلاية على النار رح أضيف معلقة من السمنة. بدي أقلي شوي من المكسرات لتاخذ اللون الذهبي الحلو، وانتو استخدموا يلي تحبوه متوفر عندكم. وبس أخذت هذا اللون خلص رح أشيلها. وهون بدي أقلي لحمة خروف ناعمة. هي أصولها تنعمل بلحمة شقف بس أنا ما أحبها، وأساسا نختصر السلق مشان الغاز. المهم نقلي اللحمة لحتى تستوي. رح أضيف ملح، فلفل أسود وشوية بهار مشكل. نعمل لهم تحريكة خفيفة. آخر شي رح أرجع عليها المكسرات ونحركهم لآخر مرة، وصارت عندي حشوة اللحمة جاهزة. وبطنجرة على النار بدي أضيف معلقة مليانة من السمنة وأنزل عليها بالبازيلا مع رشة من السكر مشان تحافظ على لونها الأخضر. طبعا أنا عندي هون البازيلا مفرزة مستوية 3/4 الاستواء. انتو إذا عندكم إياها تازة أول شي قلوها بالسمنة، بعدين اغمروها بالمي مع رشة السكر لحتى تستوي بالكامل. بعد ما استوت عندي رح أخذ شوي منها وأضيفها مع حشوة اللحمة لزينة الوجه. رح أضيف شوي من الزيت النباتي وأضيف الرز بعد ما غسلته من مية النقع، ونظبط عيار الملح، بودرة مرق الدجاج، رشة فلفل أسود. ورح أقلي الرز شوي على نار هادية لحتى يتغلف معانا بالسمن والزيت، ورح أغمره بالمي. تقريبا لكل كاسة رز رح أضيف 1.25 كاسة من المي، أو لحتى يغمره سنتيين. أول شي رح أتركه على نار قوية، وبس يظهر الرز على الوجه رح أوطي الحرارة وأسكر عليه ليستوي وتنشف المي. بعد ما استوى عندي رح أفرغه بقلب صينية لحتى يبرد عندي تماما. لازم لما نحشيه يكون بارد. وهون بقلب زبدية رح أضيف طبقتين من عجينة الرقائق وأضغط عليها شوي لحتى تنزل لتحت. أول شي رح أضيف حشوة اللحمة وأوزعها، بعدين أضيف الرز ونبلش نرد أطراف العجينة لحتى تتسكر معانا وتصير على شكل سرة بهذا الشكل. بعدين نقلبها ورح أصفهم على صينية مدهونة بالسمن، ورح أدهن الوجه بالكامل بالسمن، وإذا سمن حيواني رح يعطيكم نكهة جدا طيبة. ونزين الوجه بحبات اللوز وأرجع أمسحهم بشوية من السمنة مشان ياخذون لون ذهبي حلو. والفرن محمى مسبقا درجة حرارة 250 شغال من فوق ومن تحت. أول شي ندخلها بالرفية اللي تحت وبعدين لفوق. تحتاج وقت تقريبا شي ربع ساعة مع المراقبة، وبسم الله ما شاء الله هاي النتيجة. ضروري تجربوها بهالطريقة. بس والله لا تنسوا الإعجاب والمتابعة. ألف عافية.